السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل إخواتي الزملكاوية. إحنا أسود الزمالك ودي أخبار الزمالك. أتمنى دعمكم لمجهودي على فيسبوك ويوتيوب. أتمنى الفقرة تكون خفيفة عليكم، ولو عندكم ملحوظة شاركوني رأيكم. ويلا بينا على بداية الأخبار، بس قبل ما نبدأ يلا بينا نصلي على النبي. الزمالك في راحة وحتى يوم السبت القادم استعدادا للموسم الجديد. مصدر بالزمالك تلقى سيف فاروق جعفر عرض من نادي نوفي بازار الصربي للانتقال إليه على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند أحقية الشراء خلال الميركاتو الحالي، والزمالك رفض عرض استعارة سيف فاروق جعفر بسبب ضعف المقابل المادي. أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن التعاقد مع جيفرسون كوستا من غينيا بيساو مدافع أكاديمية كاستيلو برانكو، والذي يحمل الجنسية البرتغالية أيضا لمدة 4 مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الزمالك بعدما اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له أمس الأحد، وأنهى مسؤول الزمالك قيد اللاعب تحت السن، خاصة وأنه مواليد 2005، كما تم قيد المدافع بالقائمة الإفريقية للفريق. يعود البرتغالي جوزيه جوميز إلى القاهرة يوم الجمعة المقبلة، حيث يقود المدرب ميران الزمالك السبت القادم بعد عودة الفريق من فترة الراحة. ويبدأ جوميز الاستعداد للسوبر المحلي المقرر إقامته في الإمارات بداية من السبت المقبل، في ظل رغبته في إضافة لقب جديد لرصيده. بيشير التبعي لاعب الزمالك السابق: كان في حاجة قوية لكأس السوبر الإفريقي، لو خسرها الزمالك كان سيتم إغلاق النادي لنهاية الموسم ولن يحقق أي شيء. هذه البطولة سوف تساعد في إحياء مسيرة الزمالك من أجل المنافسة بكل قوة على الألقاب، ولاعبي الزمالك كان لديهم إصرار على الفوز، وكل اللاعبين كان لديهم دوافع شديدة. ومحمد عواد كان بعيد عن الملعب، وعبد الله السعيد وحسام عبد المجيد وغيرهم كانوا نجوما في اللقاء، والمسلوسي وعمر جابر يكملان نفس الأداء من الموسم الماضي، بينما ناصر منسي لم يكن أحد يتخيل أن يسجل الهدف. ورجل الأعمال ممدوح عباس هو وراء الفوز بالسوبر الإفريقي وأيضا اللاعبين، وعباس سبب مشاركة محمود بنتيج في السوبر الإفريقي لأنه كان وراء ضمه. وتحدث عباس بنفسه بأنه تم إنهاء مشكلة الجبهة اليسرى بعدما تحدث مع جوميز، وعرفنا في المباراة كيف تم إنهاء المشكلة بعد مشاركة اللاعب المغربي، والراجل يستحق الشكر وهو الجندي المجهول، واللاعبين سيحصلون على مكافآت كبيرة من جيبه الخاص. محمد أسامة طبيب الزمالك جوميز في بداية توليه تدريب فريق الزمالك تحدث معي وأكد بأن الجهاز الطبي لديه أن يكون رقم واحد والأهم داخل الفريق، وهو مدير فني مميز للغاية ويحب التفاصيل ومحترف في تعامله. جوميز من أفضل المدربين الذين تعاملت معهم داخل نادي الزمالك، والونش يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي، وهو حاليا في الإمارات من أجل متابعة حالته، وسيعود قريبا للملاعب. ناصر منسي: شيكابالا قائد ويقف في ظهري ويساندني، وأخبرني أنني سأحرز هدفا، والحمد لله حدث وحصدنا لقب البطولة. وليفاندوسكي مثلي الأعلى من المهاجمين العالم. أما في مصر فمثلي الأعلى عماد متعب ومصطفى شلبي وزيزو وشيكابالا، أكتر من أحب اللعب معهم ويعطوني مساهمات دائما، وأتمنى اللعب دائما مع عبد الله السعيد وأفشة. وأحب أبارك لجمهور الزمالك على السوبر الإفريقي، أنتم أحسن جمهور في إفريقيا، وإن شاء الله الفترة القادمة في بطولات كتير. ولا أتابع السوشيال ميديا ومهما قال الجمهور فأنا أحب نادي الزمالك. وإمام عاشور صديقي من أيام المنتخب الأولمبي، ومحمد مجدي أفشة ومحمد عبد المنعم صديقي المقرب. ناصر منسي: جوميز مدرب كبير وبيحبني وبيثق فيا، وأنا مرتبط به وأعتبره مثل والدي، ومرتبط به جدا، وأوجه له الشكر على ثقته، خاصة وأنه دائما يناديني بالأسطورة. ولاعبي الزمالك هم من أحرزوا السوبر وليس ناصر منسي فقط، وجميعهم كانوا رجال، وحمزة المسلوسي وزياد كمال من أقرب اللاعبين لي، والجميع إخواتي. وأخبرت زياد أنني سأنزل بديلا وأحرز هدف التعادل، وهو ما كان، وأحرزت الهدف وتوجنا باللقب. ناصر منسي: لا أستمع لأي شيء ولم أفكر في الرحيل، وركزت فقط في التتويج باللقب مع الزمالك. وأوجه الشكر لعمر جابر وهو الظهير الأيمن الأفضل في مصر ولا يحصل على حقه، كما كان هناك ضغط كبير علينا وبكيت قبل المباراة بسبب فيديو شاهدته. والزمالك نادي بطولات وأحسن نادي في إفريقيا، وتمكنا من الرد في الملعب. أحمد محمود لاعبنا الشاب جوميز تحدث معي خلال الفترة الماضية ويمنحني النصائح طوال الوقت، وسعيد للغاية بالعودة مرة أخرى إلى بيتي، وأتمنى تحقيق المزيد من البطولات. وحمزة المسلوسي يمنحني النصائح والتعليمات في مركز الظهير الأيمن، وهو دائما يتعامل مع اللاعبين الشباب بطريقة جيدة للغاية. سيد معوض المدرب المساعد بجهاز منتخب مصر السابق: الحالة الفنية المتواضعة التي ظهر بها بيرسيتاو لاعب الأهلي ساهمت في تألق المغربي محمود بنتيج لاعب الزمالك، والبولندي كونراد ميشيلاك
لاعب الزمالك يمتلك قدرات فنية عالية، ولكن من المبكر الحكم على إمكانياته بصورة نهائية، ولكنه سيكون أفضل وأخطر من مصطفى شلبي الذي لم يقدم الأداء المنتظر منه أمام الأهلي في كأس السوبر الإفريقي. ومارسيل كولر المدير الفني للأهلي مدرب كلاسيكي ويفتقد للإبداع، والأهلي يحتاج إلى مهاجم ولاعب جناح هجومي، خاصة وإن اللاعبين المتواجدين حاليا في قائمة الأهلي يعانوا من اهتزاز في المستوى. إبراهيم فايق الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا اللي شرف مصر في محافل كتير، وهو اللي قلنا عنه ودايما بياخد حقه. الأهلي بطل الأبطال يتعمل له أحسن حاجة، والزمالك بطل السوبر الإفريقي يتعمل له أحسن حاجة. هي دي المسطرة اللي احنا شغالين عليها. وأنا شايف ناس عمالة تقول على السوشيال ميديا الحق إبراهيم زملكاويته بانت، كان مستخبي وطلع 18 سنة بطلع. بدي كل واحد حقه، الموضوع لا أهلي ولا زمالك، الموضوع بالنسبة ليا متعة وشغل وانبساط. بس كده هي دي كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده عن نادي الزمالك. اتمنى الفقره تكون خفيفه على قلبكم. ادعمونا بلايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، ومتشكرين جدا على دعمكم. لو عندكم اي ملحوظه سيبوها لنا في التعليقات. سلام.